فضيحة. كريستيانو رونالدو يبكي بعد خسارة النصر السعودي من الهلال السعودي في نهائي الكاس. فضيحة، يعني يبكي قاعد بره بعد الماتش على الدكة بيبكي. يعني فضيحة ايه بس؟ فضيحة ايه؟ ده احنا اللي فضيحة. يعني راجل بالسن ده في الكورة بالمستوى ده يعمل كل اللي عمله في الماتش ده والحماس ده ويعيط بعد الماتش، ده اصرار رهيب. ده يعني راجل عنده حماس وعنده طاقة وعنده يعني قدرة رهيبة على الإصرار والفوز وعدم الخسارة وتحقيق كل النجاحات. يعني الراجل ده قدوة يا جماعة، مش في الكورة بس، فعليا الراجل ده قدوة في العزيمة، في الطاقة، في الإصرار، في التحدي، في النجاح، في حب اللي بيعمله. هو بيحب الكورة وبيحب النجاح بشكل مش طبيعي. يعني انت لو كل واحد خد جزء من الإصرار بتاعه والعزيمة بتاعته والخوف على النجاح بالشكل ده مش طبيعي. يعني بصراحة يعني 39 سنة بالطاقة دي باللعب ده يا راجل، ده جوه الماتش يعني عمل كام انفراد بكام لعبة غير موفق. يعني فعلا ما كانش فيه توفيق معاهم. يعني الماتش كان نار فعلا. يعني انا شفت الملخص، الماتش كان نار. يعني ايه الهجمات دي وايه اللعب ده ما بين الفرقتين، وطرد واثاره وضربات جزاء، ويتعادلوا في اخر دقائق في الماتش، يلعبوا وقت اضافي ويخشوا في ضربات الجزاء. يعني بس كل ده تخيل فوز الهلال مع البطوله والفرحه والكلام ده كله، والسوشيال ميديا والاعلام هناك ما لهمش اي كلام غير على الدبل كيك او الباكورد بتاع كريستيانو. يعني الدبل كيك اللي عمله والكوره رايحه صاروخ وبشكل جمالي وبشكل اسطوري في المرمى، وتخبط في العارضه وفي حارس مرمى قوي اسمه ياسين بونو اللي هو في الاخر جاب البطوله من ضربات الجزاء. فلك ان تتخيل يعني فايه الطاقه والاصرار اللي عند كريستيانو ديت، وايه الحزن والضيقه بسبب الخساره وخساره بطوله في دوري سعودي مش دوري ابطال اوروبا ولا كاس العالم. يعني بصراحه يعني تحيه كبيره للراجل ده. يعني يعني كريستيانو مثال رهيب للاصرار وللشغف. وايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن انا بامانه. يعني انا بقول لك كره العارضه بتاعت الدبل كيك بتاعته، وهوب نلاقي الماتش يروح وحزنه وضيقته قاعد بيبكي بحرقه على بطوله راحت هي في الدوري السعودي، وبطوله الكاس مش الدوري. يعني فاهم انت؟ ومش دوري ابطال اسيا ولا يعني مش ممكن، مش بطوله دوليه ولا قاريه ولا اي حاجه. بطوله كاس الملك في السعوديه ما بين فرقتين بس شهاده لله. من ساعه كريستيانو ما راح الدوري السعودي وشكله اتغير، الجمهور اتغير، الحماس اتغير، التحديات اتغيرت، وهم عملوا شويه محترفين بغض النظر عن الفلوس والكلام ده. في الاخر هم بيتكلموا كوره، فالشكل العام اتغير، الوضع اتغير يا جماعه. ايه ده؟ يعني الموضوع مش طبيعي بصراحه. يعني شكل الكوره في السعوديه اتغيرت، والنهائي اتغير، تسلط الضوء على الدوري اتغير، متابعه ناس في العالم. يعني كريستيانو رونالدو غير وجهه مشاهدين كتير قوي من العالم يتفرجوا على الدوري السعودي. فلك ان تتخيل يعني لا 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 الراجل ده مش طبيعي، مش في الكوره. هل ده يرجع بقى للمأساة اللي كان بيحكيها وهو صغير، ووالده والمواقف واللي حصل، واهمال والده لاسرته، وان كريستيانو عاش حياه صعبه وكان شغال في النظافه في الاول وكان بيحاول يساعد. وحتى لو كل ده حصل، هو حصل مع لعيبه كتير وناس كتير، بس تحس ان كريستيانو يعني صان النعمه وصان الشهره وصان الفلوس وصان الموهبه اللي ربنا اداها له، ولعب عليها وبيجتهد وبيحافظ عليها وعنده شغف. والله انا يعني كان لازم اعمل فيديو عن النقطه دي. يعني بيبكي بحرقه مش طبيعيه، بيبكي بشكل يعني في الاخر انت هتلاقي ان الموضوع غريب، والله غريب. دوري سعودي بماتش في السعوديه، كاس الملك، يعني ايه هي ابعاد الحزن ده كله؟ انا مش فاهمها بصراحه، غير لاعب يعني بيعمل انتصار وشغف لنفسه وبيرضي رغباته الانتصاريه بشكل مش طبيعي.
مش طبيعي مش طبيعي. يعني تحيه لكريستيانو رونالدو، تحيه للاسطوره، ده اسطوره في جميع السنوات وجميع الالعاب الرياضيه، اسطوره في تاريخ كره القدم. سلام.